تفتكر ايه اللي هيحصل لو نفرتيتي قررت تعمل مول في العاصمة الإدارية الجديدة؟ لا وفوق كده قررت تستعين بالباشمهندس إمحوتب شخصيا. الحضارة المصرية القديمة قررت تلبس كاجوال وتمشي في شوارع 2025. الرموز الفرعونية، النقوش، الألوان الرملية، كل ده موجود واتعمل له ريميكس مع المودرن بالازاز بالشياكه الجديده. النوع ده من العماره لو كان احمد شافه كان قال لك اخيرا عرفنا نعمل ايه من دهب غير التوابيت. اللي بيحصل هنا مش مجرد عمليه نقل من الماضي، دي عمليه تطوير لهويه ودمج ميرج ما بين الهندسه القديمه والابليكيشنز الجديده. وبالمناسبه ده كان موضوع مشروع تخرجي، وهو اعاده احياء العماره المصريه القديمه. ده بدل ما نقعد نستورد ستايلات كئيبة من كل حتة، وحتة رمادي وحتة كحلي، احنا عندنا تاريخ وعندنا حضارة وعندنا ستايل، ليه ما نطلعوش من جذوره ونروشه ونحدثه ويبقى مودرن؟ المتحف المصري الكبير مش مجرد مبدأ انذار ان احنا ممكن نعمل عمارة مصرية مودرن تعيش في العالم كله بس بختم النسر. يعني مثلا المودرن مش لازم يبقى اسكندنافيان، مش لازم يبقى ترندي على هوا الاجانب، ممكن يبقى مصري، ممكن يبقى فرعوني بس بموتور وتكييف وسمارت. امون.